أعزائي مستمعي راديو أيامنا اف ام، أهلا بكم مجددا، ويسعدنا اللقاء مع ريماس محمد من محافظة البحيرة. مش كده يا ريماس؟ أهلا وسهلا بيكي. طفلة موهبة، كلمينا عن موهبتك يا ريماس. في الأول أنا بدأت في استعراضات. علي صوتك. في الأول بدأت في استعراضات، بعدين بقى في تمثيل ومسلسلات إذاعية وإلقاء شعر، ولسه مكملة وكده. يعني أنا كنت في الإدارة بتاعتي، بعدين بدأت بقى أروح لدمنهور ويعني القاهرة بقى وكده، عملتي وبقيت سفرة الطفولة دلوقتي. جميل. في الإذاعة رحتي في إذاعة إيه واشتركتي فيها رحت في أول حاجة يعني إيه، في الأول كنت داخلة في إحياء المسرح، مبادرة إحياء المسرح. جميل. تمام. بعد كده بدأت أعمل مسلسلات إذاعية، وعملت مع الأستاذ عملتي محمد مسلسل نصر. إيه؟ أيوه. اسمه بابا نويل في نص السنة. جميل. في آخر السنة يعني. تمام. تمام. وبعد كده بقى يعني في الأجازة هنكمل برضه، وهنعمل مسلسلات أكتر وهنعرضها على اليوتيوب. كنا حاضرين احتفالية وعندك موهبة إلقاء الشعر. أيوه. دي الموهبة ديت جات لك منين؟ في الأول يعني أنا اللي اكتشفني كانت الموجه محمود القاضي، والمشرف أستاذة سلمى ترابيس. وماما بقى برضو دربتني ودعمتني، هي وبابا وأهلي وكده. شجعوكي؟ أيوه، بقيت في الحال يعني. طب سمعينا حاجة يا ريماس. والقصيدة الشاعر أحمد مرسي، شعب مصر. جميل. شعب مصر، شعب مصر قام وعبر، يحكي قصة شعب كبر، شعب نادى في الجهاد، صح وقال الله أكبر. شعب مصر في أرض مصر، في الشوارع ضد نور، ليه تصدق كل كاذب، بقى ضمير عمره ما صبر. ابني يا ابني الأرض أرض، ابني كل مكان وعمر، قدر القمح اللي تبحي، زرع الدنيا بخطر. انت أصل الدنيا دي، اوعى فيها يوم تدمر. عيش أخويا وعيش أبويا، الجمهور ربك يدمر. شد بكرة الظلم صدق، صبر أكتر. فبلاش ترضي عدوك، ونفسه إنك تكسر. مد إيدك خد بإيدي، والعدو معلمنا يهجم. مش في أرضك في ترابها، ازرعه وخليه يخضر. أحسنتي يا ريماس. أنت دلوقتي عايزة أعرف أنت حلمك إيه؟ بتفكري في إيه؟ أهدافك إيه؟ وأنت في السن الصغير ده وصلت لبعض الأهداف. يعني إن شاء الله يعني نفسي إن أنا علي صوت. أمثل كده في التلفزيون، وأطلع في برامج تلفزيونية وكده. تمام. وإن شاء الله يعني لما أكبر خالص بقى يعني أبقى فاشن ديزاينر. جميل. حابة تقدمي برامج أيوه. علشان الأطفال؟ أيوه. رؤيتك إيه؟ رؤيتك يعني أنت باصة تكوني إيه؟ يعني ممثلة وكده يعني. بالنسبة للأطفال تحبي تقولي لهم إيه؟ اللي من سنك كده. أيوه، اللي هم دايما يخليهم يعني يستمروا في حلمهم دول لحد ما يوصلوا. جميل. علشان يحققوا اللي هم نفسهم فيه. مين علّى عندك الثقافة دي يا ريماس؟ وهي دايما بتدربني وبتدعمني الحاجات دي. طيب بالنسبة برضو تاني حاجة للأطفال، المفروض ينموا ثقافتهم إزاي؟ من خلال إيه؟ من خلال برضه مشرفين المدرسة ومدرستهم، إن هم يمثلوا ويعملوا حاجات في مدرستهم، برضه يشاركوا في الأنشطة المدرسية لحد ما يوصلوا برضه مثلا ناس تانية يعني محافظات تانية تطلبهم برضه. يعني يحضروا ندوات ثقافية، يحضروا محاضرات، يقرأوا دايما عن الثقافة، مش كده؟ يبقى عندنا الثقافة الأساس بالنسبة للطفل. شكرا يا ريماس. كان هذا اللقاء مع ريماس، وكانت معكم إلهام عزام.
آه